نحييكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قنوات بين سبورتس. منافسات الليغا، نذكر انه هذه الجولة انطلقت يوم الامس ليواصل الضغط على منافسيه. كرة خطيرة لصالح لي في هذا الموسم عن التواجد الاوروبي، لقطة خطيرة لصالح تولوز، مباشرة الكرة من فارس شايبي الموهوب الجزائري، صوب كرة في غاية الخطورة. لوكا شوفا بامبا حول اللعب بشكل كامل عند النجم الجزائري، والناس لاحظ الانطلاقة، مرور راس صدي ايضا من دفاع تولوز، لقطة خطيرة والناس صوب كرة في غاية الروعة جانبية جاورت القائم الايسر. ادم والناس خطف الكرة من دفاعات تولوز، خطف فادح في هذه اللقطة اللي ادم والناس حول اللقطة اللاعب غوميز. كرة يستعيدها نادي ليل مرة أخرى. صافرة من حاكم اللقاء، خطأ واضح. آدم والناس على أرضية الميدان، تدخل قاسي. كرة ينتزعها فريق تولوز، والناس ينجح في كسب الكرة من جديد بدون جوزيفونتي. هي الكرة لآدم والناس، مراوغة رائعة وتمريرة أكثر روعة من قمة الروعة كانت تمريرة ومراوغة آدم والناس. جوناثان بامبا على الأرض، خطيرة الكرة، فرصة كبيرة والناس صوب كرة في غاية الروعة، استقبال جميل وتصويبة رائعة باليسرى. آدم والناس لمسة جميلة جدا، لقطة خطيرة، ترى كرتين من كل جانب والناس، كرة جميلة جدا. كرة تعدت كابيلا عند والناس، خطيرة لمصلحة ليل. تيموتي وياه مرة أخرى يمر قريبا من شباك الحارس. خير المحاولات والناس، كرة في وسط الميدان لمصلحة الضيوف. آدم والناس يراوغ اللاعبين بلقطة بارعة، ولكن حاكم اللقاء يأتي بصافرة ختام الشوط الأول ليبقى التعادل. دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، خطيرة الكرة لكن بالراس بعيدة تماما، ركنية من جديد. وعلى الصورة النجم، مناولة طويلة عميقة من جانب البرازيلي ألكساندرو، لكن أمامه فارس الشايبي. أداؤه رائع جدا في شوط المباراة الأول. مصلحة فريق تولوز، هجوم معاكس، فارس الشايبي وعريق افتتح في 7. لقطة خطيرة لصالح تولوز، تسرع كالمعتاد فارس شايبي، تسرع كثيرا، وبالتالي كرة ذهب